اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، وهو البيتي فور بالزبدة والشوكولاتة من الحاجات الجميلة جدا، من المخبوزات الناعمة الرقيقة اللي اعتقد كل الناس بتحبها، وانا شخصيا بحبها جدا. المفروض كنت انا انزل لكم الفيديو ده في العيد، بس الحقيقة اتأخرت عليكم، فمعلش انا جاي اصالحكم اهو بفيديو البيتي فور، وكمان طبق بيتي فور حلو وفنجان شاي باللبن. يلا بينا. ناكل، اتفضلوا معانا ناكل الحاجة ونشرب الفنجان، وبعد كده نبدأ نعمل البيتي فور بتاعنا. عايزة اقولك، بعد ما تعملي البيتي فور اعملي لك فنجان شاي بلبن او فنجان نسكافيه، واعملي لك طبق حلو كده، واقعدي اسمعي اغنية حلوة تكوني بتحبيها، او شوية موسيقى. صدقيني هتفرق جدا. يلا نبدأ نعمل البيتي فور مع بعض. احنا معانا كده 750 جرام من الزبدة النيوزيلندي، ولا غنى عن الزبدة النيوزيلندي، لان السوق مليان زبدات كتيرة وكله بيقولك زبدة نيوزيلندي، بس اكيد انت هتبقي عارفة من طعمها وريحتها ولونها. 750 جرام من الزبدة، و250 جرام سكر بودرة ناعم قوي. كمان معانا 2 بيضة، واحد اصفر بيض، واربعة باكت فانيليا. هم دول المكونات اللي احنا هنشتغل بيهم في البيتي فور. طبعا الزبدة لازم تكون طرية بس مش سايحة، بمعنى انك ما تطلعهاش من التلاجة تشتغلي بيها على طول، لا، لازم تسيبيها تريح جدا وتبقى فكة، ولكن مش سايحة. لو انت مستعجلة عليها وطلعتيها من التلاجة وعايزة تشتغلي بيها على طول دلوقتي، حطيها في الميكروويف شوية تفك معاكي، تمام كده. هتحطي بقى السكر البودرة على الزبدة وتضربيهم بالمضرب الكهربائي فترة حلوة كده. بس تبقي تريحي بقى المضرب شوية، لحد ما يبقى معاكي شبه القشطة، الخليط يبقى شبه القشطة الكريمية كده شوية. بعد كده هنبدأ نحط البيض، بيضة بيضة. احنا اتفقنا ان احنا معانا بيضتين وواحد اصفر بيض، هنحط بيضة ونضيعها بالمضرب شوية، وبعدين نحط البيضة بيضة. فانا للأسف وقعوا مني الاتنين مرة واحدة، حتى تلاقوني اتخضيت، فمعلش غصب عني. بس انتوا ممكن تبقوا تعملوا بقى بيضة بيضة، تمام، بس ما يجراش حاجة، ما حصلش حاجة يعني. هنوقف بقى الضرب شوية ونضيف الفانيليا. بعد ما نضيف الفانيليا هنضرب شوية حلوين قوي مع بعض، تمام كده. بعد ما نضرب الخليط كله هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي احنا بنحط الفانيليا، وضربنا الخليط كويس قوي. طبعا انا مجرية الفيديو ومختصرة الفيديو عشان ما يبقاش طويل قوي عليكم. وبعد كده شلت معلقتين زبدة بالسكر بالبيض، هقول لكم هنعمل بيهم ايه بعد شوية. ومعانا كيلو دقيق منخول، وشايله منه 4 معالق اكل. 4 معالق اكل، مش معلقه كبيره قوي بتاعه الطبيخ، لا، 4 معالق اللي بناكل بيها. شلت منهم 4 معالق على جنب ونخلته وحطيته واحده واحده، حطيت نصه وقلبته وبعدين حطيت نصه تاني. الحقيقه انا كنت بقلب، وبعدين بدأت استخدم ايدي اقلب بيها، لان الايد بتبقى ملمسها يعني ملمس الايد وانت بتعجني بيها بتبقى احلى. هو مش عجن، انت بتلفي ايدك في الحاجه كده. شايفين؟ انا عايزه العجينه تبقى بالشكل ده، طريه، بتشبط شوية في صوابعك، تمام. هتسيبيها ربع ساعة بس هتلاقيها شايفة؟ سيبناها ربع ساعة بقت جميلة جدا جدا. خلاص هنبدأ نشتغل بيها دلوقتي بقى. هجيب طبق كده زي ما انتم شايفين، وهقسم العجينة عندي. هقسم هيبقى عندي هعمل بيتيفور أبيض وبيتيفور بالشوكولاتة. طبعا أنا شلت البيتيفور الأبيض كميته أكتر شوية، لأن عندي بيحبوه الأبيض أكتر. وحطيت بقى التانية، حتة العجينة التانية حطيت عليها كاكاو خام، بس تجيبيه احسن حاجة اللي هو الاسباني، الكاكاو الخام الاسباني. هتحط معلقتين او 3، بس ما تحطيش المعلقتين التلاتة مرة واحدة، لا، حطي معلقتين، وحطي حتة زبدة من اللي احنا كنا شايلينها على جنب، زي ما قلت لكم هنحتاجها بعد شوية. ولو لقيتي نفسك عايز اللون فاتح شوية، زودي كمان معلقة كاكاو، وحطي بقية الزبدة زي ما عملت معاكي كده في الفيديو بالظبط. هيبقى عندك عجينتين حلوين قوي، واحدة بيضة وواحدة بني، وتبدأي تشتغل بيهم، وطعمه هيبقى يجنن. والبني كمان طعمه أحلى من الأبيض، لأن الزبدة النيوزيلندي مع الكاكاو الأسباني بيبقى ريحته وطعمه حلو جدا. انا طبعا ما جبتش الحقيقه اقماع جاهزه، يعني ما جبتش الصناديق. انا كان عندي اقماع اشتغلت بيها وكان شكلهم حلو، مفيش مشكله خالص. ولكن انا دايما بحب اجرب
الإقماع بتاعتي، يعني أحب أجرب العجينة بتاعتي هل هي هتريح معايا ولا لأ. فالحقيقة عملت كذا واحدة كده، وردات كبيرة على وردات صغيرة على شكل كده اللي انتوا شايفينه ده اللي بيقولوا عليه نقطة مية والحاجات دي، وسويتهم. هتشوفوهم دلوقتي لما استووا بقى شكلهم عامل ازاي. الحقيقة حلو جدا، مريحش قوي. ده دليل على ان العجينة الحمد لله حلوة. و... و... بس انا الحقيقة صغرت الوردات شوية، لان لما تصغريها شوية هتبقى احلى. وعلى فكرة كده مش وحشة، بس انا حبيت اصغرها شوية زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هحطهم لكم جنب بعض وهتعرفوا الفرق انا اقصد ايه. دي وردة كبيرة ودي وردة صغيرة، ودي وردة كبيرة وردة صغيرة، طبعا كل قمع عامل شكل. وده النقطة المية اللي بيقولوا عليها. عملت انا الصواني، ودايما احب احط نسبة بني مع الابيض عشان اسوي البني كويس، لان طبعا البني ما بيبانش تسويته غير لما تحطيه مع الابيض. فدايما خلي الصينية فيها نصها ابيض ونصها بني. تمام. هتسوي على درجة حرارة في الرف الأوسط على درجة حرارة 170، وما تشغليش من فوق خالص. هو بياخد له حوالي تلت ساعة أو 25 دقيقة حسب الفرن بتاعك، وما تستعجليش عليه. المهم القعر بتاعه أو من تحت يبقى لونه دهبي فاتح قوي قوي قوي، وبياخد اللون يعني اللي هو الاوف وايت من فوق، ما مش هنقول البيج ولا البتاع، اوف وايت لونه بيبقى رقيق قوي حلو قوي. شايفين بقى كمية كبيرة جدا طلعت معايا حلو قوي. ما تبقيش تحركيه بعد ما تطلعيه من الفرن، ما تحركوهوش من الصينية غير لما يهدى شوية، وبايدك كده واحدة واحدة ترصيه. الحقيقة حلو قوي. انا كنت عايزة الحقيقة ازوقه بالمربى وبالمكسرات وكده، بس ما لحقتش. وكل سنة وانتم طيبين.